صباحكم فل. النهارده انا رايح اغير زيت الموتور وزيت الفتيس وفلتر زيت الموتور وفلتر زيت الفتيس. طيب ايه الجديد في كده؟ الجديد النهارده ان الاسعار في ظل الظروف اللي انتوا عارفينها بقت رهيبه، فحابب اقول نقطتين. النقطه رقم واحد، ان لما تيجي تغير زيت الموتور بتاع العربيه المهم مواصفات الزيت مش ماركه الزيت. بمعنى ايه؟ بلاش داخل على الجروبات تقول ايه احط زيت شيل ولا موبل ولا كومولي. الاهم من ماركه الزيت مواصفات الزيت. يعني ايه مواصفات الزيت؟ مش بس الرقم المكتوب اللي هو 15 دبليو 40 ولا 10 دبليو 30 ولا 20 دبليو 50. الاهم فيه مواصفات مكتوبه في الكتالوج عن اللي يناسب محرك عربيتك غير لزوجه الزيت. دي نقطه رقم واحد. النقطه رقم اتنين ودي الاكثر اهميه، كان المفروض تيجي نقطه رقم واحد، انك تجيب الزيت من مكان مضمون، لان دلوقتي الزيت المضروب والتقليد بقى كتير جدا جدا جدا، فمهم جدا تجيب الزيت من مكان يكون مضمون، مكان يكون ذو ثقه ويكون مشهور ويكون معروف، مش اي حد بيبيع زيت وخلاص. فدي نقطه مهمه جدا. تعالوا نبص بصه على الزيوت اللي انا جبتها النهارده اهو. تحس ان انا عامل زي فيديو المشتريات بتاع الستات اللي بيعملوا الروتين اليومي. المهم ده الزيت بتاع الفتيس، انا جايبه، انا عندي الفتيس 4 غيار بتاع كيا سيراتو، مكتوب عليه هيونداي كيا، هي نفس الشركه، ودي المواصفات المناسبه او متوافقه مع العربيه عندي اللي هو ATF SB3. دي المواصفات بتاعته، طبعا دي الزوجه بتاعته، ودي المواصفات اللي في الكتالوج. ده الزيت الاوريجينال. النهارده جيركل الزيت ده عامل حوالي 900 جنيه او 950 جنيه وقت تصوير الفيديو، 4 لتر. ده الاوريجينال بتاع العربيه او بتاع العربيات الهيونداي والكيا الفتيس الاربعه غيار. سيبك منه طبعا، مش محتاج اقول ان ده مش اعلان. حط اي ماركه زيت زي ما بقول لك، ان شاء الله يكون ماركه زيت ام حسن، المهم المواصفات. وده الزيت بتاع المحرك اللي انا بحطه بستخدمه اللي هو ليكومولي. برضو بقول لك تاني، حط الزيت اللي يعجبك عشان ما حدش يقول لي الزيت الفلاني احسن، طب حط كاسترول، طب حط مولتل، طب حط موبل. يا حبيبي حط ماركه زيت بس نو، المهم يكون اوريجينال والمهم مواصفاته تكون مظبوطه. طبعا في شركات افضل من شركات، لكن مش ده موضوعنا دلوقتي. في ريكومندد في الكتالوج بتاع العربيه ان الزيت اللي هو ال 5W13 ده بيكون افضل للسلاك البنزين والكلام ده كله. وده اهو الماني اللي بستخدمه، وهتلاقي مكتوب عليه، ما اعرفش باين هنا ولا لا في التصوير، مش عارف هيبان، ده مخصص السيارات الكوري كمان اهو، مخصص مجموعه العربيات من ضمنها هوندا، هيونداي، كيا، مازدا، نيسان، سوبارو وتويوتا. يعني من ضمن العربيات هيونداي وكيا، فده مخصص لهيونداي وكيا. فمثلا ده النهارده جيركل زيت ده داخل النهارده على 1200 جنيه اللي هو ال4 لتر. ده على ما اتذكر كان 5، كان عليه عرض 5 لتر. ال4 لتر منه النهارده داخل على 1200 جنيه تقريبا وقت تصوير الفيديو. تخش على بعده حماده، ده فلتر الفتيس، فلتر زيت الفتيس هغيره النهارده. ده الاوريجينال، ده وقت تصوير الفيديو كان عامل 500 جنيه. انا عمال اقول وقت تصوير الفيديو لان على ما اخلص تصوير الفيديو ممكن يكون بقى ب 700 جنيه مثلا ولا 1000 جنيه. المهم ده الاوريجينال. كان في منه الكوري التقليد، الاثنين كوري، بس الثاني كان عامل 165 جنيه. ده عامل حوالي 500 وقت تصوير الفيديو، بس طبعا لقيت خامه ده عجبتني اكتر، وده طبعا اوريجينال. في الحاجات دي بحط الاوريجينال دايما. وده فلتر زيت المحرك. طبعا سيبك من المكتوب على العلبه، اي علبه مكتوب عليها اوريجينال والكلام ده كله، بس ده الاوريجينال لاني جايبه من مكان ذو ثقه. ده عامل 120 جنيه برضه وقت تصوير الفيديو. فلتر زيت المحرك ده عامل 120 جنيه. طيب وانا جايب دول عشان انضف البلوفه بتاعه الفتيس. لما فك الكرتونه من تحت بنضف البلوفه. الاسيديلكو دي النهارده عامله 165 جنيه بالصلاه على النبي، الله يرحم كنا بنجيبها ب 40 جنيه دي ولا ب 50 جنيه. المهم دي عامله 165 جنيه اسيديلكو. وعندك الابرو دي برضه ممتازه جدا، بس الاسيديلكو اعلى حاجه، اهم حاجه الاوريجينال، لان في تقليد كتير 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 في السوق. ابرو دي النهارده تقريبا عامله 140 تقريبا الحجم الكبير ده، او 150. اسيديلكو اغلى منها شويه. دي بتنظف كربراتير او البلوفه بتاعه الفتيس. بس كده، انا حبيت اعمل حلقه كده سريعه على السريع، عشان في ناس بتبقى مش دريانه او مش عارفه او مش مدركه الاسعار رايحه فين. فلو عربيتك عايزه صيانه، بقول الكلام ده، حاول تعملها بسرعه. لو مش هتعملها بسرعه او العربيه لسه فاضل لها 2000 3000 كيلو على مواعيد غير الزيت، الحق اشتري جيركل الزيت، اشتري فلتر الزيت، اشتري زيت الفتيس بتاع العربيه، الحق اشتري الحاجات دي وحطها في البيت. انا كنت بعمل دايما الكلام ده كله، لانك كده كده هتغيرها، فحتى لو الحاجه غاليه هتغلى بكره وبعده، وللاسف تبقى انت امنت نفسك. فانا عامل الحلقه دي عشان خاطر بس الناس تبقى متابعه الاسعار رايحه فين وجايه منين. هي مش جايه، الاسعار رايحه فين ورايحه فين زي ما بيقولوا. بس كده، انا خلينا نسمع تجربه كار، وانا اسمي محمد فاروق. لو عجبك الفيديو دوس لايك وشير الفيديو. ما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب. سلام.